سلام الله عليكم جميعا أينما كنتم أيها المتابعين وأيها المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن، أحييكم جميعا. رسالة إلى شركات النقل البري بما حدث قبل يومين في نقيل سمارة، عندما سافروا المسافرين المواطنين من جدة إلى أرض اليمن، إلى أرض الوطن، ووصلوا إلى العاصمة صنعاء. وصلوا إلى صنعاء وغيروا الباص، نزلوهم فوق باص بلكه، ولكن حدث ما حدث وهذا مقدر، وانقلب الباص بهم في سمارة، في نقيل سمارة، وراحوا ضحايا وجرحى. وهناك يعني تجاوبت شركة النقل البري الذي هي الصقر، شركة الصقر للنقل البري تجاوبت، وأمس نزلوا مدراء من شركة النقل البري، وهناك وقفوا الباص اللي كان مسافر جدة من محافظة أب متجه جدة، وقفوه وغيروا لهم باص آخر إلى المسافرين. والسبب الحادثة التي حدثت في نقيل سمارة. ضروري تكونوا توفوا حسب الشروط والقوانين للشركات، توصلوا المسافر إلى المحافظة الذي هو راكب إليها واشترط معكم وقطع التذكرة، مش توصله إلى محافظة وتستأجر له بعدها سيارة ولا تستأجر له أي باص وتحمل الباص البلكة أكثر من حمولته. هذا غير مقبول وهذا مرفوض الكلام هذا. وتحياتنا لكل الشركات التي وافية بالشروط ووافية بالالتزامات حقها. هذا ونعزي أهل الوفيات في محافظة أب، ونقول الله يرحمهم والله يشفي الجرحى المصابين، وتحياتنا لكم في